سلام جواهر أميرة، وصفتي لليوم وصفة رائعة جدا. كيكة الدخن. الدخن معروف صحي، فيه فوائد كثيرة كثيرة. الدخن بالعربية، بالإنجليش الملت، باللغة شمال إفريقيا الدرع. يعني عنده مسميات كثيرة وفوائده كبيرة كبيرة. نوع من الأنتي أكسيدنت، مخفض للكوليسترول، مفيد جدا للصحة العامة. أنا جبت لكم اليوم بطريقة سهلة بسيطة، عملته في قوارب، والأهم أني طبخته في القلاية الهوائية. طلع رائع جدا جدا جدا، ما تحتاجوا ولا فرن ولا أي حاجة. يعني تفتحوا الفرن وغاز وهذه لا، في القلاية الهوائية. اللي عندهم القلاية الهوائية يستفيدوا من الوصفة هذه. معلش اعذروني صوتي شوية. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. هنا حبة موز، عفوا. الموزة لازم تكون شوية مستوية، لأنه كل ما كان الموز مستوي كل ما تكون فيه نسبة السكر عالية. يعني مش لما يكون الموز أخضر. هنا نهرس حبة الموز بالشوكة بهذا الشكل. أنا هنا مش حنستخدم السكر الأبيض. يعني نحاول يكون صحي ولو 80%. يعني أنا عندي قاعدة، آكل ولو إنه هداك الحاجة تكون 80% صحية، 25 مو صحية، ما مشكلة. هذه أقنع بس فيها التفكير الباطني تاعي. أنا هرست حبة الموز جيدا. نجيبها نحطها في إناء الطبخ أو إناء اللي حنعمل فيه الكيكة. حطيت لحبة الموز. هنا عندي مقادير كلها متساوية، كاس كاس كاس. انتي عملي يعني بنفس حجم هذا. عندي حبة بيض، ونضيف كل المقادير. يعني حتشوفوا العملية سهلة جدا جدا جدا. عندي هنا كاس حليب. أنا نستخدم حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو حليب الشوفان. ممكن تستخدمي حليب البقر عادي. نص كوب زيت جوز الهند. أنا استخدمت زيت جوز الهند. ممكن تستخدمي نص كوب زبدة أو زيت نباتي. هنا عندي 3 ملاعق عسل، عسل طبيعي. عملت 3 ملاعق، ونحرك كل المقادير مع بعضها، اللي هي الموزة المهروسة، حبة البيض، كأس حليب، ونص كأس زيت جوز الهند، و3 ملاعق أكل عسل. عسل هذا الطبيعي، العسل الأسود، المهم يكون بالعسل أحسن حاجة. أوكي. بعدين نضيف كأس من اللوز المطحون وكأس من الدخن، ملعقة صغيرة قرفة، ربع ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة كبيرة، عفوا، خميرة الحلويات. نحط كل المقادير مع بعضنا بهذا الشكل، نحركها. الوصفة هذه رائعة جدا لأصحاب الجلوتين، روعة روعة وسهلة. كم شايفين، نخلطها إلا بالمضرب اليدوي، ما نحتاج يعني خلاط أو إلا خلطة خفيفة. وخلاص صار جاهزة عندي إنه نحطها في القوالب باش ندخلها نطبخها. هنا عندي القوالب هذه قوالب ورقية تستحمل الحرارة. هنا نعبي كل قالب يعني تقريبا، شوفي الكمية اللي تناسب نصها بهذا الشكل، نعبيها كلها. أنا حنطبخها في القلاية الهوائية حتى يعني نوريكم فكرة أن في القلاية الهوائية تيجي رائعة جدا جدا جدا. هنا عندي كوب من البلوبري أو التوت الأزرق أو التوت البري. هنا بالشوكة نحاول أني أكسر حبات البلوبري. ليش؟ إيش الفائدة منها؟ لأنه دقيق الدخن يتفتفت، أوكي، ودقيق اللوز يتفتفت. إذا حطيت حبات التوت الأزرق في جوا القوالب يعني تبع الكيك، ما الكيكة مش هتيجي يعني متماسكة. ولكن لما تهرسي البلوبري بالشكل هذا جوا قلب الكيكة حيجي طري، حيجي مويستر. أوكي، فاهميني كيف؟ وهنايا يعني اختياري، إذا حبيتي تحطي مكسرات. أنا حطيت شوية جوز، لك الاختيار يعني مش لازم. ولكن بالجوز، حبات جوز أو لوز أو فستق أو أي حاجة يعطيها طعم رائع جدا جدا جدا. هنا جبت شبكة القلاية الهوائية. حنعمل نطبخهم 5 5، يعني ما حيدخلوا كلهم جوا القلاية. فحدخل 5 حبة، يعني هم 10 حبات اجوني، ندخلهم
وناخدهم للقلاية الهوائية. حتشوفوا كيف طريقة طبخ القلاية الهوائية روعة جدا جدا جدا، خاصة في الأشياء الصغيرة، في المينيز، في الكب كيكس، وروعة روعة روعة. أخذتها حطيتها في جوا الباسكت، أفتح عليها درجة الحرارة 180، نطبخها أو أي بيكت 13 دقيقة تقريبا، 13 minutes 13 دقيقة حنطبخها أو البيكت، وحتشوفوا العملية رائعة جدا. ترى الماجيك روعة روعة روعة. يعني طريقة كيف الاستواء تاعها، لأنه الحرارة موزعة فوق وتحت، فكل يعني كل أجزاء الكيك حيستوي وبوقت قصير وبطريقة روعة جدا. نشيل القوارب تاعي أو الكب كيكس تبعي، نحطهم في صحن التقديم بهذا الشكل. الريحة ما نقولكمش، الريحة كانت روعة جدا في البيت. تخيلوا لي الموز مع الدخن مع البلوبري مع القرفة، رائعة جدا جدا. شوفوا كيف أنا هنا حنعملها تاتش خفيف، ممكن ربع ملعقة فقط صغيرة، يعني just a drop تبع عسل. حتشوفوني حنحط العسل. أنا حبيت يعني خليكم تشوفوا قوام الكيكة كيف استوت، كيف تحمرت من تحت ومن فوق. يعني السطح اللي تحت ما صار أبيض ولا باقي أبيض أو معجنة، لا بالعكس، يعني كل الاستواء كان تحها متساوي جدا. شوفوا كيف من تحت محمرة، ما شاء الله، روعة روعة روعة. أتمنى تعجبكم الوصفة هذه. أنا كيف شفتون حطيت لها شوية عسل. أول شيء تعطيني لمعة، تعطيني شكل جميل، وذوق كما يقولوها زيادة شوية عشان نحس إنه something sweet، يعني حاجة حلوة. وهذه هي قوارب أو كب كيكس الدخن مع البلوبري. ممكن تغيروا في الوصفة، ممكن تعملوا أي فواكه أنتوا حابينها، يعني ممكن تعملوا أي مكسرات. تبعوا إلا خطوة المقادير تبع الزيت، تبع الدخن، تبع البيض والبيكنج باودر وهذه الأشياء، والعبوا وتفننوا في كل الأذواق. أنا هنا اليوم قدمتها لكم بذوق البلوبري، التوت الأزرق مع الجوز، وشوية هيك خيوط من العسل، ويا سلام مع فنجان قهوة ما نحكي لكمش. روعة روعة روعة. الأولاد الصغار حيحبوها، الكبار حيعشقوها، يعني كله وتضمني إنه أكلتي حاجة صحية. نتمنى منكم إنكم تجربوا الوصفة هذه، وقبل ما تجربوها ادخلوا أعرفوا إيش قيمة الدخن، إيش فوائد الدخن، ومن المنبر هذا حتضمنوا كيكة جواهر الصحية الرائعة جدا جدا جدا. إن شاء الله تنال إعجابكم. وأصحاب الجلوتين فري، هذه وصفة من القلب ليكم. نتمنى أنكم تجربوها وتحبوها وتعطوني آرائكم في الكومنتس، يسعدني ذلك، وشجعوني. وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. يلا نستودعكم لله، نحبكم بزاف بزاف بزاف، وقلب كبير 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 من جواهر أميرة، اللي دايما راكم في بالها ودايما تحب قناتها وتحب إيش تقدم في قناتها. مع